السلام عليكم. انت دلوقتي لو فاتح يوتيوب او انستجرام او تيك توك وظهرت قدامك معلومه غريبه جدا اديتك وعد قوي وكبير جدا زي كده مثلا Liver cleansing detox. That's what we're going to talk about. We're going to talk about the foods best for that, smoothies, shakes, and supplements. او معلومه خطيره جدا خوفتك برضو زي كده مثلا. الهيئة العالمية للسرطان IARC نزلت منشور ان هي بتحط الاسبرتيم ضمن المواد اللي ممكن يبقى ليها علاقة للسرطان في البني ادمين، وهيئة FDA مش متفقة مع الكلام ده، ما اعرفش ليه. زي بقى تتاكد هل ده هبد ولا لا؟ يعني كم مره انت فتحت موبايلك لقيت فيديو بيقولك اشرب العصير ده علشان تنظف الكبد او تنظف جسمك، او احذر الماده دي بتجيب سرطان، وتيجي تبص تلاقيها ماده كل العالم بيستخدمها عادي. السوشيال ميديا دي مليانه نصايح صحيه وكتير منها بيستخدم كلمه دراسه علميه علشان يقنعك، لكن هل كل دراسه علميه معناها ان الكلام ده حقيقه مطلقه؟ فالنهارده هنتعلم مع بعض ازاي تكون مخبر صحي، ازاي لما تشوف فيديو فيه معلومه غريبه او حاجه طالعه ترند تعرف تدور وراها كويس وتفهم البحث العلمي المكتوب، وكمان تعرف ايه هي مشاكل الابحاث اللي ممكن يضحك عليك بيها. وعشان نفهم بشكل علمي اخترت لكم المثالين اللي هم اشهر الحاجات اللي قلبت السوشيال ميديا اصلا. خلينا نبدا باول مثال من غير ما نضيع وقت بعض، وهو الديتوكس. مين فيكم ما جربش او ما سمعش عن عصاير تنظيف الجسم من السموم او عصاير تنظيف الكبد من السموم؟ عشان الموضوع اصله زي ما انت شفته في الفيديوهات اللي انا وريتها لك دلوقتي دي، عباره عن ناس بتوعدك انك لو شربت عصير معين لمده 3 أو 7 ايام جسمك هينضف من السموم وبشرتك هتتحسن وهتخس كمان. والكلام اللي مش فاهم وما درسش او ما جربش يبحث ورا الموضوع هيكون مغري جدا. لكن تعالوا نشوف العلم بيقول ايه، علشان انت ممكن تتخيل ان انت ببساطه ممكن تسال الذكاء الصناعي او شات GPT، ولكن من غير التولز او طريقه التفكير اللي انا هتكلم عليها النهارده احتمال كبير قوي شات GPT يوصلك لنفس النتيجه ويخليك تجرب حاجات مؤذيه. قبل بقى ما نتكلم في الاعشاب خلينا نتفق ونفهم حاجه مهمه جدا. الكبد مبدئيا هو جهاز الديتوكس الاصلي بتاع جسمك، بيشتغل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بدون ما تساله او تطلب منه يعمل ديتوكس. هو لوحده كده بيفلتر الدم، بيكسر السموم وبيحولها لمواد تخرج في البول والبراز. فهنا السؤال العلمي الحقيقي، هل الاعشاب دي بتساعد الكبد ولا اصلا ممكن تضره؟ مبدئيا لما تيجي تدور ورا حاجه زي دي ما تدورش في جوجل العادي، وما تسالش شات GPT ان هو يدور لك عامه كده وخلاص. هتحتاج تدور بكلمات مفتاحيه، وهتحتاج تدور في جوجل سكولر او في بابميد، مصادر قويه، علشان انت لو ما عملتش كده ممكن يطلع لك ارتكلز واحد عايش في اندونيسيا هو اللي كاتبها وخلاص، او ارتكلز ماركتنج من شركه مكملات، او ارتكلز ماركتنج لواحد عامل نفسه دكتور اصلا وهو مش دكتور ومش صاحب شركه، حتى هو عامل مكملات تحت السلم وبيبيعها. لما نبحث بقى في بابميد بكلمات مفتاحيه زي herbal supplements and hepatotoxicity علشان نشوف هل نفس المكملات اللي بتروج لها دي او الاعشاب اللي بتروج لها دي ممكن اصلا تضرنا ولا لا، لما تيجي بقى تدور ورا الحاجات دي هتلاقي النتيجه صادمه جدا. في 2024 مثلا مجله جاما نتورك، ودي واحده من اعلى المجلات الطبيه في العالم، نشرت دراسه مهمه جدا. الدراسه شافت ان 6 من اشهر المكملات العشبيه المستخدمه لتنظيف الجسم مرتبطه اصلا بحالات تلف في الكبد موثقه طبيا. مين بقى من الاعشاب موجود في القائمه دي؟ عندك الكركم والشاي الاخضر المركز والجارسينيا، ودول اللي هم اصلا بيتسوقوا في العالم العربي لانقاص الوزن والديتوكس. طيب بس البحث ده اتعمل ازاي؟ تعالوا نراجع الميثودولوجي او الطريقه اللي تم بيها تنفيذ الدراسه دي. في الاول الدراسه دي راجعت بيانات NHANES، ودي قاعده بيانات صحيه ضخمه بتغطي الاف الامريكان وربطتها بسجلات حالات تلف الكبد الموثقه. والنتيجه كانت ان الناس اللي بتاخد المكملات دي بشكل منتظم عندها معدل اعلى بشكل ملحوظ في انزيمات الكبد، وده طبعا علامه على ايه؟ علامه على اجهاد الكبد. والاخطر من كده ان في 2022 مجله كيس ريبورتس ان جاستروانترولوجي نشرت حاله حقيقيه لواحده عندها 36 سنه صحتها كانت جيده تماما لحد ما شربت شاي اعشاب لديتوكس الكبد. الكلام ده استمرت عليه لمده شهر واحد بس. بعد الشهر ده دخلت المستشفى وعندها ALT 1329، الطبيعي المفروض اقل من 40. كده الكبد عنده مشكله، حاله اصابه حاده في الكبد acute liver injury، وبعد كده احتاجت تقعد في المستشفى 12 يوم علشان ترجع كويسه تاني. بس الدكاتره ما سابوش الموضوع يعدي كده، هم اكتشفوا ان الشاي كان فيه جذور البوردوك والداندليون اللي هو الهندباء، وكمان ورق النتل، ودي كلها طبعا مكونات طبيعيه وبتتسوق في اي محل اعشاب اصلا. وهنا بقى يجي احد الدروس المهمه جدا اللي انت محتاج تفهمها وتستوعبها كويس. دايما احنا بنفكر ان كلمه طبيعي تساوي كلمه امن، لكن الزرنيخ طبيعي والسم طبيعي والفطر السام طبيعي، مش كل طبيعي امن باي ديفولت. المشكله
حقيقيه في اعشاب الديتوكس انها بتمر على الكبد بتركيزات عاليه جدا، وبعض مكوناتها ممكن يتحول في الكبد لمواد قد تكون سامه او متعبه للكبد، بينما اصلا الكبد مش محتاج مساعده منك، هو اصلا بيشتغل كويس لوحده، ولو مش بيشتغل كويس انت محتاج تروح لدكتور مش تروح لعطار، يعني مش عارف اقول لك ايه. عندك البت اهي كانت واخده حاجه لديتوكس الكبد والكبد كان هيبوظ. بعد كده لما تشوف منتج طبيعي لتنظيف الكبد اسال نفسك هل في دراسات على البشر بتثبت الفايده المزعومه في الاعلان اللي انا شايفه ده؟ طب هل في دراسات كمان بتتكلم عن الاضرار المحتمله ولا لا؟ عشان لحد دلوقتي الابحاث العلميه بتقول ان الفوائد المزعومه لاي حاجه من الحاجات بتاعه ديتوكس الكبد غير مثبته اصلا، بينما الضرر موثق في حالات حقيقيه. يعني احنا كده خلصنا المثال الاول وهنخش على المثال الثاني، وده هيحتاج شغل اكتر بكتير، عشان بس لو كنت فاكر ان قرايه الابحاث دي حاجه سهله كده اطلع لي على الريزلتس والكونكلوجن كده وخلاص. الاسبرتام اللي هو بديل السكر الموجود في الدايت بيبسي واللبان وكل منتجات الدايت تقريبا، فجأة في 2023 ظهرت نافورة فيديوهات بتقول لك الاسبرتام بيجيب سرطان. منظمة الصحة العالمية نفسها اعلنت ان الاسبرتام ده بيجيب سرطان، بلاش يا جماعة تاخدوا حاجة فيها اسبرتام خالص. بس عشان نفهم الخدعة او سوء الفهم اللي حصل لازم نفهم ازاي المؤسسات العلمية بتشتغل اصلا. الخبر ده كان مبني على اعلان من وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي الوكالة الدولية لبحوث السرطان. الوكالة دي حطت الاسبرتام في مجموعة 2B كارسينوجينيك. تعال بقى نفهم تقسيمة المجموعات دي عاملة ازاي اصلا. عندك جروب 1 ده مواد تسبب السرطان يقينا زي التدخين مثلا، وعندك جروب 2A دي مواد يرجح انها تسبب السرطان، وجروب بقى 2B ده حاجات محتمل انها تسبب السرطان possibly. هنا بقى حطوا الاسبرتام، بس عارف حطوا ايه كمان معاه؟ الالوفيرا اللي هو الصبار والمخلل. IARC دي وظيفتها انها تقول هل في احتمال نظري ان المادة دي تسبب مشكلة ولا لا، لكنها مش بتحدد الكمية اللي ممكن تسبب بيها المادة دي المشكلة. وفي نفس اليوم لجنة تانية من منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن تحديد الكمية الآمنة من كل مادة طلعت وقالت ان الاسبرتام آمن تماما للاستهلاك البشري، وعلشان شخص وزنه 70 كيلو يوصل لمرحلة الخطر محتاج ياخد من 9 ل 14 كنز في اليوم من البيبسي دايت طول حياته. طب ليه بقى IARC دي حطته في القائمة دي اصلا، او بناء على ايه حطته في القائمة؟ وهنا يجي الجزء الاهم في الفيديو ده، ازاي تقرا وتفهم بحث علمي. الابحاث اللي اعتمدت عليها IARC جت من مصدرين، المصدر الاول دراسات ملاحظه على البشر، والمصدر الثاني كان دراسات تجريبيه على الفئران. خلينا نبص الاول على الدراسات بتاعه الفئران علشان هي هتوضح لنا مشكله ضخمه جدا في قراءه البحث العلمي. سنه 2005 في مجله Environmental Health Perspectives اتنشرت دراسه ادوا فيها الفئران جرعات مختلفه من الاسبرتام، ولقت زياده في حالات الليمفوما واللوكيميا في الاناث من الفئران دي. طبعا خبر زي ده انتشر فورا، ما استناش. دراسه تثبت ان الاسبرتام بيجيب سرطان، من غير ما تسال، من غير ما تدور وراهم، من غير ما تسال حتى الكم بكام. هنا الجرعه الادنى اللي اظهرت تاثير في الفئران كانت 20 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الفار. تعالوا نحسب مع بعض بقى ده معناه ايه بالنسبه للانسان. هي ليها كذا حسبه بس هناخدها واحده واحده. واخدنا نفس الجرعه اللي الفئران دي خدتها وطبقناها تطبيق مباشر على انسان وزنه 70 كيلو، 20 مللي جرام في اليوم في 70 كيلو، يعني 1400 مللي جرام في اليوم كل يوم مدى الحياه. طيب علبه الدايت صودا فيها كام مللي جرام اصلا من الاسبرتام؟ حوالي 180 مللي جرام. يعني الانسان محتاج يشرب حوالي 8 علب في اليوم علشان يوصل للجرعه دي كل يوم. تاني حسبة بقى وهي الحسبة العلمية الصحيحة، علشان احنا مش فئران فلازم نعمل human equivalent dose. العلم بيقولك مش صح ان انت تحول جرعة الفار للانسان على طول، لان احنا مش فئران. الفار الايض بتاعه او الميتابوليزم بتاعته اعلى، بيكسر المواد بشكل اسرع. ففي علم الادوية هتلاقيهم بيستخدموا معامل اسمه الكي فاكتور. فالمهم يعني انت لما تيجي تحسبها بالكي فاكتور هتلاقي ان الجرعة اللي الانسان محتاجها علشان يوصل لنفس التأثير بتاع الفار اقل. ولكن لسه في مشكلة كمان، مشكلة السبيشيز ديفرنس. الفئران بتحرق الميثانول المتكون من الاسبرتام بشكل مختلف خالص عن البشر. الانسان عنده انزيمات بتحميه من تاثير الميثانول بشكل اقوى بكتير من الفار. كمان في مشكله زياده وهي اللايف تايم اكسبوجر او التعرض مدى الحياه. ترجمه حرفيا مش عارف بس فاهم هفهمك. الفئران دي اتعرضت للاسبرتام بالجرعات المختلفه دي من اول ما كانوا في بطن امهم لحد ما ماتوا. حرفيا حصل لهم لايف تايم اكسبوجر كل يوم بالجرعات العاليه دي. مش ده اللي بيحصل لنا ولا ده اللي احنا بنعمله. طيب تالت حاجه بقى ردود الفعل العلميه على الدراسه دي. هيئه سلامه الغذاء الاوروبيه راجعت الدراسه دي بالتفصيل واصدرت تقرير من 40 صفحه. قالت ان الدراسه دي فيها قصور منهجي خطير، وان النتائج بتاعه الدراسه مش كافيه لتغيير حكمنا على سلامه الاسبرتام اصلا. والاف دي الامريكيه برضو رفضت نتائج الدراسه دي لنفس الاسباب. وفي نفس الوقت في دراسات ضخمه على البشر مش على الفئران، زي دراسه كده انا هحط لكم اسمها تبعت اكتر من 470 الف شخص، لم تجد اي ارتباط بين الاسبرتام
سرطان الدم او سرطان المخ. طيب الاي ARC دي كانت اعتمدت على نوعين من الدراسات. انا اتكلمت على دراسات الفئران، في دراسات تانية اللي هي الاوبزرفيشنال اللي اعتمدت عليها. ايه المشكله فيها دي؟ الدراسات التانية دي اعتمدت على الملاحظه، يعني جابوا ناس بتشرب دايت صودا كتير وشافوا عندهم سرطان او لا، ولقوا ان نسبه الاصابه بسرطان الكبد عند الناس اللي بتشرب الدايت صودا دي اعلى شويه. والمشكله هنا في حاجه اسمها confounding variables او العوامل المركبه، عشان الشخص اللي بيشرب دايت صودا كتير جدا غالبا بيكون عنده زياده في الوزن، او بيعتمد بشكل اساسي على الاكل السريع، او عنده سمنه، او عنده السكر. وخلي بالك ان لو هو عنده سمنه فالسمنه هي اللي سببت السرطان، السمنه هي السبب الواقعي هنا لسرطان الكبد بالذات. الدراسه دي فعلا الباحثين ما قدروش يفصلوا بقيه العوامل التانية الكونفاوندنج فاريبلز عن الاسبرتام نفسه. بس فدي ابسط حاجه انا اقدر اتكلم فيها من غير ما ابقى معقد الموضوع حتى وادخل في حاجات معقده اكتر زي الاستاتستكس. لما تشوف بعد كده اي فيديو بيقولك الدراسات اثبتت كذا، اسال نفسك 4 اسئله، او اسال شات جي بي تي الذكاء الصناعي 4 اسئله، لان نفس ال4 اسئله دول هيفهموك اكتر، وهيفهموه اكتر ان انت عايز تدور على الاجابه الصحيحه. الدراسات دي معموله على البشر ولا الفئران ولا في انبوب التجارب؟ هل الدراسات دي بتحدد فيها الكميه اللي المفروض استخدمها علشان اوصل لنتيجه ايجابيه او سلبيه من المواد دي؟ ايه هو الامباكت فاكتور بتاع المجله اللي اتنشرت فيها الدراسه دي؟ كل ما المجله كانت قويه وموثوقه كل ما البحث ده هيكون اتراجع بشكل اقوى من علماء اكتر. هل في confounding variables؟ هل في عوامل مركبه زي السمنه والدايت صودا زي ما حصل في المثال اللي فات ده؟ الابحاث والعلم مش مجرد عناوين عامله زي المانشيتات بتاعه الجرايد اللي هي تبقى رنانه وتخليك عايز تقرا. العلم ممل جدا وبيحتاج حد فعلا حابب يفهم علشان يعرف يوصل للكونكلوجن الصحيح، مش الكونكلوجن اللي هو عايز يوصل. لا تخلي الترند يخوفك ولا يبيع لك الوهم. تمام؟